الجزائر تعلن فرض تأشيرة دخول على المغاربة. قررت الجزائر فرض تأشيرة دخول إلى أراضيها على المواطنين الحاملين لجواز سفر مغربي، حسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، متهمة الرباط باستغلال غياب التأشيرة لمحاولة ضرب استقرار البلاد. وقال بيان الخارجية إن الحكومة الجزائرية قررت إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية. وأوضح نفس المصدر أن الجزائر تفادت منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أغسطس 2021 المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص. واعتبر البيان أن النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم وعلى نطاق واسع شبكات متعددة وللتجارة بالمخدرات، ناهيك عن للتهريب والهجرة غير للشرعية وأعمال للتجسس، فضل عن نشر عناصر استخباراتية من حملت الجوازات المغربية للدخول بك لحريت للاضطراب الوطني. وتابع البيان أن هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد، وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية. وخلص البيان إلى أن النظام المغربي يتحمل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من المغرب على القرار الجزائري. وفي 2 سبتمبر الجار، أعلنت النيابة العامة بمدينة تلمسان في غرب الجزائر توقيف عدة أشخاص، بينهم 4 مغاربة، متهمين بالانتماء إلى شبكة تجسس. وفتح تحقيق قضائي بحق الموقوفين بتهم جناية القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو أحد عملائها، وكذلك جنحة الدخول بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري بالنسبة ل3 من المغاربة. وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021، منددة بسلسلة أفعال عدائية من جانب جارتها، ولا سيما فيما يتعلق بإقليم الصحراء المتنازع عليه والتطبيع.